بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللايف بتاعي اليوم هو بعيد عن كرة القدم. طبعا أنا معروف الكوتش تحدثه بالكامل عن أحداث كرة القدم، لكن اليوم موضوعي عن الإسكان الاجتماعي. الإسكان الاجتماعي بسبب الاستعلام اللي نازل اليومين دول، اللي شغالين على مدينة العبور الجديدة، في دربكة وفي لخبطة كبيرة في الاستعلام، وفي ناس بتتكلم على رقم الأولوية ومش رقم الأولوية وإلى آخره. رقم الأولوية ما هيفيدش بأي شيء. رقم الأولوية ليس له إفادة نهائيا. أنا بشوف على الجروبات لما حد ينزل له استعلام يقول له أنت رقم أولويتك كام؟ يا جماعة والله رقم الأولوية ليس له إفادة. ال... أنت بتدخل شركة الاستعلام، لو دخلت وعملت بحث في مركز خدمة المواطنين ودخلت على شركة الاستعلام وحبيت تشوف نفسك إن أنت في شركة الاستعلام ولا لأ، هيجيلك الرد لا يمكنك، أنت الآن ليس في شركة الاستعلام. الأول، أنت الآن ليس في شركة الاستعلام، أنت كده لسه ما دخلتش شركة الاستعلام. طيب، إذا لقيت مكتوبة لا يمكنك تقديم طلب إلا في خلال 11 يوم، فأنت في شركة الاستعلام، واعمل حسابك إن المستعلم في خلال يوم يومين أقصاها أسبوع هيكون متصل بيك. طيب المستعلم لما يتصل بيك ويجيلك ويجابلك، طبعا المستعلم أولا يتراضى، واقصى مراضية للمستعلم هي 500 جنيه، غير كده معلش المستعلم بيستغلك. طيب بشوف المستعلم بيطلب طلبات هو مش من حقه. يا جماعة مستعلم الصندوق لما بينزل المفروض ان هو نازل، اللي هو المستعلم اللي نازل تبع شركة الاستعلام، اللي هو بعد الصندوق ما يحول الملف لشركة الاستعلام، المستعلم ده يتأكد من محل إقامتك وقوم بدوره بسؤاله للجيران ليك، السكن اللي فوقيك، السكن اللي تحتك، السكن اللي جنبك، يتأكد ان انت فعلا مقيم في هذا العنوان، ويصور العمارة ويبعت هذا التفاصيل لصندوق الإسكان، ده فعلا المواطن موجود بالفعل. ده المفروض دور المستعلم. لكن المستعلمين بيطلبوا شهادة إثبات دخل، وهات لي شهادة إثبات دخل من المحاسب القانوني، وهات لي شهادة إثبات دخل بكذا، وكل واحد فيهم بيقعد يفتي. طيب، شهادة إثبات الدخل الحديثة، الأعمال الحرة اللي هي بتقدر تحط إثبات دخل براحتها، رجاء ما تضيعش الدعم منك. أنا بشوف ناس كتير بتتكلم بتقول لك مفيش حاجة اسمها دعم، وشهادة إثبات الدخل دي لازم تكون بمبلغ كبير عشان البنك يوافق عليك. يا جماعة هي اسمها صافي الدخل. صافي الدخل كام؟ أنت لو في 2020 مقدم ب2000 جنيه واخد 60,000 جنيه دعم، من 2020 زود 1000 هتبقى 3000 جنيه. يبقى شهادة الدخل بيتكتب فيها ايه؟ صافي الدخل. كلمة صافي الدخل أي اللي هو معاك الصافي من بعد مصاريفك. كلمة صافي الدخل أي الصافي من بعد مصاريفك بالكامل. إذا كانت طلبة في مدارس، من أكل، من شرب، من دفع مرافق في المكان اللي أنت مقيم فيه، من دفع إيجار، في النهاية بيتفضل كام؟ ده اسمه صافي الدخل. فإذا أنت عملت صافي الدخل 3000، فهم البنك أنت فاضل مع بعد مصاريفك إن معاك 3000. وهنا صافي الدخل لما أنت تقدمه للبنك ب 3000 والبنك يرفعه للصندوق، أنت هتاخد 41667 دعم. ال 41000 دي بتفرق معاك في تمن الشقة. أنا متعاقد مع بنك نيكست. ال 41667 فرقت معايا 59,000 عن اللي واخد زيرو دعم. عن اللي واخد زيرو دعم. فرجاء الأعمال الحرة زود 1000 عن 2020. يعني إذا كنت في 2020 مقدم 1500 اللي هي كانت أقل حاجة للمتزوج، فاعملها 2.5 هتستفاد بالدعم العالي. إذا كنت مقدمها 2 اعملها 3.
كنت مقدمها 3 مضطر ان انت تعملها 4، بس هنا هتاخد 5000 دعم بس، هيبقى الدعم بتاعك 5000 من الصندوق. طب في واحدة اقول لك انا مقدمها 2.5، اعملها 3.5 هتاخد 27000. انا هنمشي معاكم في الاسكان واحدة واحدة. ابتدينا اليوم بحلقة المستعلم، ودي اول حلقة لينا، حلقة المستعلم، ومتى تعرف ان الاستعلام هينزل لك، وكم شهادة اثبات الدخل اللي انت هتقدمها للمستعلم او للبنك قيمتها كام عشان تستفيد من الدعم. يبقى هنتكلم فيهم عشان انا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، هنتكلم فيهم واحدة واحدة. اي تفاصيل انتم محتاجينها اكتبوها في التعليقات وانا هرد عليكم، وانا موجود معاكم في الجروبات برضه هنرد عليكم. وان شاء الله كل يوم حلقة هنتكلم فيها عن كل حاجة. النهاردة المستعلم، يبقى انت هتدخل على استعلام هتلاقي لا انت ليس في شركة الاستعلام، يبقى انت لسه ما وصلتش لشركة الاستعلام. لقيت انت مكتوب لا يمكنك تقديم طلب الا في خلال 11 يوم، مش لا يمكنك تقديم طلب ويسكت، لا، الا في خلال 11 يوم، اعرف ان المستعلم هيكلمك. طب في واحد يقول لك انا مش عارف المستعلم كلمني ولا لا، انا مواليد مثلا 90 من هم حاليا في 85، فانا ممكن يكون المستعلم كلمني ولا لا. طيب هنعمل ايه؟ اتواصل مع الصندوق مع 11، رن على الصندوق على 11 88 او 5 3 7 او 5 3 9، وان شاء الله هيردوا عليك. اقول لك ان ملفك دخل شركه الاستعلام ورجع تاني، هتروح على البريد تعمل طلب استعلام او اعاده استعلام، وهتدفع قيمته في البريد، وان شاء الله هينزل لك المستعلم تاني. او يرد عليك الرد التاني انت لسه ملفك ما دخلش شركه الاستعلام. وبالنسبه للاستعلام هي اول شيء معروف متزوج ويعول، أرملة وتعول، مطلق ويعول، أو مطلقة وتعول، بعد كده الأعزب، ودي آخر مرحلة يا جماعة. الفيديو القادم إن شاء الله هنتكلم فيه عن البنوك وعن كل التفاصيل، ولو في أي شيء هنوضحه عن كل كبيرة وكل صغيرة. لايك وشير وصلي على النبي الزين. شكرا، ومش عاوز نطول عليكم أكتر من كده. السلام عليكم.